السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فيديو جديد يا رب يعجبكم. غدا جميل وسهل، موقفش نص ساعة على بعض. وراك او فرخة زي ما تحبي، مع رز بلدي مصري عادي بس هنعمله اصفر بطريقة الرز البسمتي مع صوص الفراخ وحاجة كده يعني اخر حلاوة. تعالوا نشوف عملناها ازاي. انا جبت وراك حوالي 5 وراك زي ما تحبي على حسب رغبتك. ادي التوابل بتاعتي: ملح وفلفل وكمون وكزبرة و7 بهارات وكاري وورق لورا وحبهان. في الكبة بدل ما اقطع البصل على ايدي هديله ضربتين في الكبة كده، طبعا زي ما تحبي على حسب رغبتك. لو عايزه تقطعي على ايدك مش مشكلة. اديله ضربتين بالكبة كده، خرطت خرط مش صغيرة اهي، بحيث ان انا الاقي طعمه كده في الاكل هيبقى جميل قوي. انا هعمل الوراك بتاعتي في صينية فيها معلقتين زيت، مش كتير زيت. هنحط جزء من البصل اللي احنا فرمناه وبعدين نسيبه يدبل على النار. وبعدين انا عامله فصين توم دقاهم في الهون عادي. الحاجات بتاعتنا كلها بسيطه في بيوتنا كلها. انا سبت البصل ياخد لون بس بسيط كده يدبل يعني زي ما انت شايفه كده. حطيت معلقه توم كبيره وهدبلها مع البصله زي ما انت شايفه، بحيث ان هي ايه يعني لونها ما يغيرش قوي برضو، دوبك اشم ريحه بس ان التوم اتعمل خلاص. هبتدي اجيب التوابل بتاعتي اللي احنا حضرناها. ما تخافيش خالص من الكزبره والكمون، هيدوكي طعم وريحه جميله جدا. وسنه قرفه صغيره نسيت اقولك عليها، قرفه ناعمه. وبعدين نقلب التوابل بتاعتنا برضو على النار كده مع البصل والثوم. مش بتاخد وقت، بالظبط دقيقتين بالظبط هتلاقي ريحتها طلعت، بقت ريحه جميله خالص. طبعا احنا هنحط الوراك اللي احنا غسلناها كويس وحطينا عليها ليمون وصفيناها اهي. برصها كده على الخلطه اللي انا عاملاها ديت، حاجه كده يعني طعمها حلو وريحتها حلوه قوي. هزود شويه ميه وكاني هسلق الفراخ، بس طبعا مش كتير زي ما بنسلق الفراخ في العادي. وهبتدي ان انا اسيبها تتقلب براحتها كده في التتبيله كده مع البصل والثوم والحاجات اللي حطيناها. هسيبها مع نفسها حوالي بتاخد نص ساعه بس. الوراك اهي استوت اهي. بعد نص ساعه هنعمل الرز بقى. حله على النار فيها كميه البصل الباقيه اللي احنا فرمناهم سوا. التوابل بتاعتنا بقى ملح وفلفل وقرفة ناعمة وسنة كاري وليمونة اللي هي الليمون الاسود اللي بنحط للرز البسمتي، ومرقة دجاج، ورقتين لورا و2 حبهان و3 قرنفل. قلبتهم كده مع البصل. البصل اللي خد لون بسيط قوي يعني دبل بس. وبعد كده هزود ميه. هخلي المحتويات بتاعتي اللي جواها دي، منسيش الملح طبعا، هخلي المحتويات كلها تغلي في الميه ديت مع نفسها كده هي بس ما حطيتش الرز ولا حاجه. صفيت الرز وصفيت كمان الشوربه اللي احنا عملناها سوا ديت. وحطيت بصراحه الرز من غير ما يكون فيه اي حاجه خالص في الشوربه، لا بصل ولا اي حاجه خالص، بعد ما صفيته كويس قوي المصفى. طبعا بتظبطي الميه، كوبايتين رز عليهم كوبايتين ميه. وطبعا بتبقي انتي حافظه مقدار الميه بتاعتك. هاتي شويه من الشوربه اللي اتسلقت فيها الفراخ، حطيناها في حله، حطيت عليها معلقه دقيق ورحت مقلباهم كده بالمضرب بالسلك بتاعي علشان الدقيق ما يكلكعش معايا. هيتقلوا شويه يبقى صوص كده بنغمس فيه. وكنت بحمر للاولاد بطاطس برضو مع الاكله. قعدت اقلب فيها بحيث ان هي تتقل، كل ما تغلي تتقل. وديت يعني بتبقى صوص كده جانبي، وفي نفس الوقت الشوربه اللي اتسلق فيها الفراخ جميله جدا، وخساره انها مثلا تترمي، بالعكس نستفيد منها وناكلها. حاجة كده جميلة وخفيفة وبسيطة. غرفت هنا بقى، شكلت الرز بطبق تيفال اللي هو مشكل على شكل وردة كده. وادي الصوص بتاعنا وبالهنا والشفا.